ان شاء الله النهارده هنعمل حبات التمر المحشيه بالمكسرات والسوداني ومغطاه بالشوكولاته. بما ان رمضان على الابواب، كل عام وحضراتكم بخير. مفيش بيت مش هيكون فيه تمر في رمضان. هنعمله بطريقه سهله جدا وبسيطه، بيباع بره بسعر غالي جدا. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. طبعا كميه التمر حسب ما انت هتستخدميها، والتمر الموجود عندي هو تمر للاكل، يعني مفهوش اي اتربه. وعندي هنا فول سوداني ومكسرات، عندي بندق ولوز وعين جمل. ولو مفيش اي مكسرات استكفي بالسوداني، بيبقى طعمه حلو جدا مع التمر. هبدأ اخد التمر بشيل من النواة، وادي الكمية. بعد ما شلتها هبدأ ان انا احشيها. هبدأ احشيها كده بالسوداني. طبعا انا مش هحشي اي حشوات تانية، انا استكفيت النهاردة بالمكسرات. هحشي واحدة بس كده من اللوز، مش هكتر اكتر من واحدة. وهقفلها كويس قوي عشان ما تنزلش مني في الشوكولاتة. وعندي واحدة كده من عين الجمل. عندي هنا شوكولاتة مسيحاها على حمام مية وضايفة لها معلقة واحدة بس من الزيت. وعندي هنا شوكولاتة بيضة، ممكن تستخدمي شوكولاتة شيبس، الموجود عندك استخدميه. ولو ما عندكيش ممكن تستكفي كده بس تكون سادة. عندي هنا العيدان الخشبية بتاعت الشيش طاووق، بتبقى سهلة جدا أحسن من الشوكة. هبدأ إن أنا أدخلها كده مكان الفتحة اللي شلت منها النواة وحشيتها بالشكل دوت. وهبدأ أغطسها كده في الشوكولاتة. بصوا بتبقى سهلة جدا. وهصفيها كويس جدا وهنزلها على ورقة من الزبدة. هستخدم برضو واحدة تانية للشوكولاتة البيضة. عايزة أقول لكم طعم المكسرات مع التمر والشوكولاتة بتبقى طعمها حلو جدا وحاجة جديدة. تغيير عن التمر باللبن، عن التمر بالقراصية بالمشمشية. بيبقى طعمها حلو، حلوة جدا بعد الفطار تقدميها لضيوفك. شكلها وطعمها بيبقى جميل جدا. هخلص كل الكمية بالشكل دوت وهنشوفها مع بعض. وادي كده كل الكمية. وهبدأ ان انا ازينها. عندي هنا ورد محمدي اللي هو صالح للاكل، وعندي هنا جوز هند شعر، وعندي سمسم، وعندي مكسرات. ولو مش عايزة تزينيها استكفي بس كده بالشوكولاتة تبقى حلوة قوي. هاخد كده واحدة من اللوز وهنزل بيها على التمراية كده. واحدة تانية برضو من عين الجمل او الجوز. طبعا التزيين اللي يناسبك اعمليه. وعندي كده هنزل بالشوكولاتة البيضاء وهنزل بيها بجوز الهند الشعر. لو عندك جوز هند ناعم استخدميه. شايفين شكلها بيبقى حلو قوي وطعمها بيبقى جميل. وعندي هنا برضو هزينها بالورد المحمدي. زي ما قلت لك الورد صالح للاكل، طعمه بيبقى حلو قوي. ولو مش عايزه تحط لها خالص شوكولاته وعايزاها ساده، هتحط لها كده سوداني كده على شكل مروحه. هي بتتباع بره باللوز المقشر، بس انا عملتها النهارده بالسوداني. برضو بتبقى حلوه جدا وبتبقى ساده كده وتبقى حلوه قوي. وهعمل برضو واحده تانية بالسمسم. طبعا بس انا حاشياها من جواها سوداني، وعلى الطرف بتاعها كده سمسم، بتبقى برضو حلوه قوي. عملت كده خطوط بيضة وخطوط سودا، عكست الاتنين مع بعض. وعندي هنا حطيت هنا ورد محمدي وحطيت شوية من المكسرات. طبعا زي ما انا قلت لك التزيين اللي يناسبك اعمليه. بجيب كده الورقة الصغيرة بتاع الشوكولاتة اللي شبه ورق الكب كيك، بحط كل واحدة كده جواها. شايفين بقى شكلها بيبقى جميل جدا. شايفين بقى شكلها حلو قوي واحلى بكتير من اللي بتتباع بره، واشكالها كمان حسب التشكيل اللي انت عايزاه. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتعليق حلو علشان يوصلكوا كل جديد. سهل وبسيط، حلو جدا، هيعجب ضيوفكم وتقدموا بعد الفطار. جربوه هيعجبكم، وبالهنا والشفا.